تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك نمت جوه برميل مخلل لمدة 100 سنة. هيرشل بطل الفيلم بيكون راجل بسيط من سنة 1919، بس بينجو من الموت بطريقة عمرها ما حصلت قبل كده، ولما بيصحى في 2019 بيلاقي عالم تاني خالص. فيلمنا بيبدأ في سنة 1919 مع راجل اسمه هيرشل، وبيكون شغال في شغلانة غريبة شوية، وهي إنه بيتخلص من الزبالة عن طريق دفنها في الأرض. وهيرشل بيكون عايش في قرية يهودية صغيرة في شرق أوروبا، وحياته بتكون بسيطة جدا. وفي يوم من الأيام وهو في شغله بيشوف واحدة اسمها سارة، وبيقع في حبها من أول نظرة، فبياخد باله إنها بتحب الرنجة الحادقة، فبيبدأ إن هو يحوش كل يوم علشان يقدر يشتري لها واحدة. وفعلا بعد فترة بيقدر يحوش ويجيب لها سمكة، وساعتها سارة قلبها بيرق وهي بتاكلها، وبتبدأ تحس من ناحيته بحاجة. ومع الوقت الاتنين بيقربوا من بعض، وبيكتشفوا ان في حاجات كتير مشتركة بينهم، فبيحبوا بعض وبيتجوزوا في فرح على الطراز اليهودي القديم. لكن للأسف الفرحة ما بتكملش، لأن الجيش الروسي بيهجم على قريتهم وبيدمرها. هيرشل وسارة بيضطروا ان هم يهربوا على أمريكا علشان يبدأوا حياة جديدة هناك. وبعد فترة هيرشل بيلاقي شغل في مصنع خيار مخلل، وبتكون وظيفته انه يصطاد الفئران اللي في المصنع، وبيشتغل كل يوم نفس الشغلانة، وبيفضل يحوش في فلوس لحد ما بيقدر يحقق حلم سارة ويشتري مقبرة عائلية علشان يدفنوا فيها بعد عمر طويل. وفي الوقت ده سارة بتكون حامل، وهيرشل بيبقى فرحان ومستني وصول ابنه. وفي يوم وهو شغال كعادته في المصنع كان بيجري ورا فرو عايز يصطاده، لكنه بيقع بالغلط في برميل كبير مليان خيار مخلل، والعمال ما بياخدوش بالهم منه وبيقفلوا البرميل عليه. وبعدها بفترة المصنع بيتقفل بقرار من الحكومة بسبب مشاكل صحية، وهيرشل بيفضل جوه البرميل لمدة 100 سنة. وبنعدي الزمن لحد ما بنوصل لسنة 2019، والمصنع خلاص بقى مكان مهجور. وفي يوم في طفلين بيلعبوا بطيارة لعبة جنب المصنع، والطيارة بتدخل جوه المبنى، ولما بيروحوا يجيبوها بيخبطوا غطا البرميل اللي فيه هيرشل، والغطا بيتحرك وهيرشل بيصحى، والطفلين بيتخضوا من اللي بيشوفوه وبيطلعوا يجروا. والغريب ان بنلاقي هيرشل لسه صاحي، وان جسمه كان محفوظ في محلول المخلل لمده 100 سنه ومن غير ما يتغير شكله، وكمان لسه وظائف جسمه الحيويه شغاله. العلماء بياكدوا اللي حصل، والناس فعلا بتصدق القصه، لكن هيرشل نفسه ما بيكونش قادر يستوعب، وبيتصدم لما بيعرف ان مراته ساره ماتت من زمان، وان ابنه اللي عمره ما شافه كمان مات. ولما بيقولوا له كده بيغضب جدا وبيكسر المختبر اللي كانوا بيحللوا فيه حالته. بس بعدها في واحد من العلماء بيطمنه وبيقول له انهم قدروا يوصلوا لابن حفيده، وبيكون اسمه بن. هيرشل بيفرح شويه وبيتحمس ان هو يقابله، وفعلا بيحصل اللقاء ده وبيحضنوا بعض. والغريب انهم بيكونوا شبه بعض جدا وكانهم توأم، بس فرق الزمن بيكون واضح في اللبس والطباع. وبنعرف ان بن ده مطور برامج، وكان عايش لوحده في شقه صغيره في مدينه بروكلين، وبيشتغل على مشروع خاص بيه. وفي يوم بن بيعرض على جده انه يشربوا صودا، وبتكون موجوده في مكنه عند بن في البيت. فهيرشل بيتفاجئ ان في حاجه زي دي، وبيقول له انه زمان الميه دي كانت غاليه جدا، وانه عمره ما جربها، وانه كمان كان نفسه يجربها من زمان. ودي بتكون اول مره هيرشل يدوق فيها الصودا، وبيبقى مبسوط جدا. بعدها بن بياخده في جوله في المدينه. هيرشل بيكون منبهر بكل حاجه خصوصا الاكل، وبيبقى فرحان جدا. ولما بيرجعوا البيت بيساله بيقول له انت شغال ايه؟ فبيقول له انه مطور برامج وشغال على تطبيق اسمه بوب، وبيعرفه انه كان شغال عليه بقاله 5 سنين. بس الجد اللي هو هيرشل ما كانش فاهم اي حاجه من اللي حفيده بيقولها له، وده لان عمره في حياته ما شاف جهاز الكتروني قبل كده اصلا. وبعد كده بن بيقعد مع جده وبيقول له انه مفتقد عيلته جدا، فبيطلع له البوم صور العيله وبيوريه له. ساعتها هيرشل بيعرف ان ابنه كان شغال رئيس عمال في مصنع طوب، وان حفيده بقى محاسب ونجح في حياته. فده بيخلي هيرشل يحس بالراحه، كانه خلاص اطمن على عيلته وبيبتدي يتحسن نفسيا. بعدها بن بيقول له ان ابوه وامه ماتوا في حادثه عربيه، فهيرشل بيطلب من حفيده انه ياخده يزور قبورهم. وتاني يوم فعلا بيروحوا سوا المقابر، لكن اول لما بيوصلوا هيرشل بيتصدم. المقابر كانت في حته مهجوره وزباله في كل مكان، وكمان فوقها لوحه اعلان ضخمه حاجبه ضوء الشمس، ومكتوب فيها اعلان عن فودكا روسيه. وهيرشل بيتاثر جدا وبيقف يدعي لعيلته الميته، لكن فجاه بيجوا عمال تاني وبيبدلوا اللوحه بلوحه جديده. ووقتها هيرشل بيتنرفز وبيفتكر الروس واللي عملوه في قريته، فبيقوم وبيضرب في العمال، وللاسف بيضرب بن كمان وهو بيحاول يمنعه. والاتنين بيتمسكوا وبيتقبض عليهم، وبتكون تهمتهم الاعتداء على الموظفين اثناء العمل. وبن بيدفع كفاله كبيره علشان يطلعه من الحبس. ولما بيرجعوا البيت بيقول لحفيده انه عايز يشتري لوحه الفوديكا الروسيه دي ويقطعها بايده، وده بالنسبه له هيبقى انتقام من الروس. وبن بيبدأ يدور له على الانترنت وبيعرف ان اللوحه سعرها 200,000 دولار، فبيقول لجده ان هو مش معاه المبلغ ده، خصوصا انه دفع جزء كبير من فلوسه في الكفاله. هنا بقى هيرشل بيبدأ ينتقد حفيده، وبيقول له انه ما عندهوش الجرأه انه يبيع البرنامج اللي قعد يشتغل عليه 5 سنين. فالكلام بيزعل بن منه، وبيحاول يثبت لجده انه غلط، فبياخد البرنامج وبيروح يقدمه لشركه برمجيات. لكن المفاجاه بقى ان الشركه بترفض تستلمه، وبيقولوا له انه عنده سجل اجرامي بسبب اللي حصل في المقابر، وانهم ما يقدروش يشتروا حاجه من شخص عليه مشكله قانونيه. فبن بيرجع البيت
البيت وهو زعلان ومكسور، ولما بيدخل عليه جده وبدل ما يخفف عنه بيقول له ان البرنامج اصلا كان فكره فاشله، وبيقترح عليه يدخل معاه في مشروع لصناعه الخيار المخلل، وبيقول له كمان ان ابوه وجده لو كانوا عايشين كانوا هيبقوا فخورين بيه لو عمل مشروع زي ده. بني هنا بيولع من جواه وبيزعق في جده وبيقول له انه مش مقدر تعبه اللي استمر 5 سنين، وكمان بيتريق على شغله، فبيقول لجده انه مستحيل يشتغل معاه في اي حاجه. بس هيرشل ما بيستسلمش وبيقسم له ان المشروع اللي هيعمله ده هينجح وانه هيكسب منه فلوس كتير علشان يشتري اللوحه ويقطعها. وبعدها بينزل بنفسه على السوبر ماركت علشان يشتري خيار ويبدا المشروع بتاعه، لكنه بيكتشف انه معهوش فلوس. وبعدها الدنيا بتليل عليه وبيمشي في الشارع مش عارف هيعمل ايه، لحد ما بيلمح وهو ماشي ان السوبر ماركت بيرمي باقي الخضار في صندوق الزباله، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان الخضار حالته كويسه، فبيبتدي يجمع الخيار من الزباله وبيجيب خرده وبرطمانات من الشارع وبيستنى المطر ينزل علشان يملى البرطمانات دي بميه المطر، وفعلا بينجح في انه يعمل اول دفعه من الخيار المخلل. بعدها بينزل يبيع في الشارع وبيجذب انتباه شابين عجبتهم طريقته فبيشتروا منه، وكمان بيصوروا فيديو ليه وبيكونوا مبسوطين ورافعينه على الانترنت. ومع الوقت اسم هيرشل بيبقى معروف وخياره المخلل بيكسر الدنيا وبيبقى كمان ترند، خصوصا وسط الناس النباتيين واللي بيهتموا بالبيئه. وفي نفس الوقت بني كان مكتئب وقاعد في بيته وحيد، ولما نزل يتمشى بياخد باله ان كل الناس بتتكلم عن الخيار اللي جده بيعمله، وكمان بيتفرج له على فيديو على الانترنت وبيسمع جده بيتكلم عنه بطريقه وحشه جدا. فبني بيتعصب وبيتصل بمنظومه الصحه الحكوميه وبيبلغ عن نشاط غير قانوني ومش مرخص. وفي يوم بتيجي مفتشه الصحه لهيرشل وبتوقف له مشروعه وبيتغرم غرامه كبيره قيمتها $12,000، وهو اصلا ما كانش معاه المبلغ ده، فبيرجع تاني لنقطه الصفر. وهيرشل كان قاعد على الرصيف في الشارع وكان زعلان جدا ومكتئب، وكان حاسس انه خسر خلاص كل حاجه. لكن فجاه بيعدي عليه نفس الشابين اللي نشروا له الفيديو قبل كده وبيقترحوا عليه فكره جديده، وبيقولوا له انه يعين حد يساعده في تصنيع وبيع الخيار المخلل، وكمان يتاكد ان كل حاجه قانونيه علشان ما يتعرضش لاي مشاكل تاني. وفعلا بيعجبوا الكلام بتاعهم وبيبدا يعين طلاب يشتغلوا معاه ببلاش كنوع من التدريب. وبعد شويه مجهود من كل اللي شغالين المشروع بيرجع ينجح تاني وبيكبر كمان اكتر من الاول، وهيرشل بيبقى معاه فلوس كتير، واخيرا بيقدر يشتري لوحه الفودكا الروسيه اللي كانت مضايقاه من زمان. وتاني يوم بيروح لبيت حفيده وكان حاسس بانتصار كبير وهو ماسك اللوحه وبيقطعها قدام بن، وبيكون فرحان وحاسس انه خد حقه، وبيضايق حفيده بالكلام وبيقول له انت ما كنتش مصدق ان جدك ممكن ينجح بالشكل ده. وبن بيتعصب جدا من اللي شافه وبيجي له فكره وبيطلب من جده يعمل حساب على تويتر، ولانه عارف ان جده صريح جدا وعفوي فكان متاكد ان كلامه هيجيب ليه هجوم كبير من الناس. وبالفعل بعد ما بيعمل له حساب بيخلي واحده من البنات اللي شغاله معاه تنشر له تغريده كلها كلام عنصري. وتاني يوم الدنيا بتتقلب عليه وبيصحى يلاقي الناس بتهاجمه جامد، وكمان بيبقى فيه معارضين كتير بيشتموه، لكنه بالرغم من كده بيصر وبيقول انه ما قالش حاجه غلط، وكمان بيبقى مقتنع جدا بكلامه، وده بيخلي ناس تانية تدعمه وكمان يقولوا انه هو ليه حق في حريه التعبير. ومع الوقت بيبقى هيرشل نجم مشهور وبيظهر في التلفزيون كتير، وفي واحد من اللقاءات بيكون فيه مناظره بينه وبين واحده من انصار الحركه النسويه وبيبدا يتريق عليها وبيضحك الجمهور كله على ردوده، فبيفضلوا يسقفوا له وكمان بيشجعوه انه يترشح لرئاسه الجمهوريه. في اللحظه دي بيكون بن قاعد في القاعه وسط الناس وبيكون متنكر في اللبس علشان جده ما يعرفوش، وبيقوموا بيسالوا قدام الناس كله عن رايه في الديانه المسيحيه. هيرشل بيرد بكل تلقائيه وبيقول انه عمره ما هيصدق بوجود المسيح، وبيبدا يتكلم عن المسيحيين بشكل وحش. ساعتها الجمهور كله بيقلب عليه وبيتضايقوا من كلامه جدا، وكمان بيجروا وراه في الشارع وبيرموا عليه طوب. والمصيبه الاكبر ان الحكومه بعدها بتعلن قرار ترحيله من امريكا. هيرشل بيكون تايه وما عندوش مكان يروحه، فبيروح لبيت حفيده وبيطلب مساعدته علشان يوصله لحدود كندا ويهربوا من هناك. وبرغم كل اللي حصل بن بيوافق وبيركبوا مع بعض العربيه وبيمشوا في طريقهم، وهم في الطريق بن بيتعور في ايده، فهيرشل بياخد باله وبيطهر له الجرح وبيربطه له، وده بيخلي بن يحس بالذنب، وطبعا بيتاثر جدا من اللي عمله مع جده، وبعدها بيعتذر له على كل اللي عمله وبيطلب منه انه يسامحه. لكن هيرشل لما بيعرف ان بن هو اللي بلغ عنه بيتعصب جدا وبيضربه في وشه. وقتها بيكون في 2 من رجال الشرطه معديين وبيعرفوا هيرشل لان اخباره كانت في كل حته، وهيرشل بيجري بسرعه منهم وبيعرف يستخبى. ولما بيفتح شنطه بن بيلاقي فيها مكنه حلاقه وبيلاقي فيها هدومه، فبيحلق دقنه بسرعه وبيبدل هدومه وكمان بيتقمص شخصيه بن. فعلا الشرطه بتمسك بن وهم فاكرينه هو هيرشل، وطبعا هيرشل الحقيقي بيهرب. وبعدها بيرجع لبيت حفيده تاني وبيفتح ألبوم صور العيلة، وهناك بياخد باله من أسماء أبو وأم بن، وبيعرف إن اسم العيلة هو بوب. فبيعرف إنه بالرغم من كل حاجة بن كان دايما شايل أهله في قلبه حتى وهو بيشتغل.
وتاني يوم بيتعمل ترحيل رسمي لبن على انه هو هيرشل، وبيرجع للقريه الصغيره اللي جده كان عايش فيها زمان. وبن هنا بيبقى تايه وما عندوش مكان يبات فيه، فبيمشي شويه لحد ما بيوصل لمعبد يهودي، وهناك بيتكلم مع واحد من اهل القريه، وطبعا بتكون لغته الانجليزيه بسيطه، فبيعزمه انه يشاركهم في طقس ديني. وبن بيوافق وبيدخل وهو قاعد بيبص جنبه، وبيتفاجئ ان جده كان قاعد جنبه في نفس المكان. ووقتها هيرشل بيقول له انه لما شاف الرسمه في الالبوم وعرف اسم العيله الحقيقي اتاثر جدا، وحس انه حكم على حفيده بالظلم، فبيعتذر له وبيقعد يشكر في البرنامج اللي كان شغال عليه بقاله 5 سنين، وكمان بيقول له انه فخور بيه. وفي الاخر بيتصالحوا وبيرجعوا هما الاتنين لامريكا، واول حاجه بيعملوها انهم بيروحوا يزوروا مقابر العيله، واللي طبعا اتنضفت وشكلها بقى محترم. وساعتها بن بيبص لجده وبيقول له انه هيساعده باستخدام مهارته في الانترنت علشان يخلي مشروع الخيار المخلل بتاعه يلف في العالم كله. ولحد هنا بينتهي الفيلم. بتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.